السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايبه لكم الكحك الناعم الدايب بتاع المحلات وكمان السريع. هنعمله على البارد، مش هنقدح السمنه، وهنعمله كده بطريقه المحلات وهيطلع خفيف وهش ودايب دوب. بس حابه قبل ما ابدا اقول لك، لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا. هنعمل ان شاء الله كيلو من الكحك. هحط لك مقادير كيلو في صندوق الوصف، ولو عايزه تضاعفي هتضاعفي كل المكونات. معايا كيلو من الدقيق اللي هو جميع الاستخدامات او جميع الاغراض، عليه رشه ملح، ومعانا معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه من السكر. اول حاجه هبتدي اجهزها الخميره علشان تتفاعل واطمن انها نشطه وكويسه. هحط عليها نص كوبايه الميه الدافيه وهغطيها وهركنها على جنب. معانا بقى بقية المكونات بتاعتنا: معلقتين من اللبن البودرة، معلقتين من السمسم، سمسم متحمص لان طبعا السمنة اللي مستخدمينها مش مقدوحة، معلقتين سكر بودرة، معلقتين ريحة كحك، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة من بيكنج باودر، ومعايا نص كوباية من اللبن، وده علشان ألم بيه العجينة. حطيت كل المكونات الجافة على الدقيق وقلبتهم تقليبة كويسة. وبعد كده بقى هبتدي انزل السمنة، والسمنة دي مقدارها 550 جرام بالظبط. كيلو الدقيق عليه 550 جرام عشان يطلع لك كحكة متماسكة وفي نفس الوقت ناعمة ودايبة كده. اقل من كده هتكون خشنة، واكتر من كده هتكون بتتفرفت ومش هتعرفي تمسكيها اصلا، هتكون ناعمة جدا زيادة عن اللزوم. هبس، ودي اهم مرحلة طبعا في الكحكة، هبس مدة ما تقلش عن 10 دقايق. وبعد كده هنزل الخميره. شفتوا الخميره اتفعلت وعليت ازاي؟ كده اطمنت انها نشطه. هبتدي بقى انزلها على الدقيق والسمنه وهعجن، وبعدين هنزل اللبن بالتدريج، لان ممكن محتاجش النص كوبايه كلها. ممكن طبعا استبدل النص كوبايه اللبن دي بنص كوبايه ميه دافيه. هغطي العجينه وهركنها على جنب. هبتدي اجهز الحشوات. الملبن حطيت عليه معلقتين من السمسم ومعلقه من الزبده او السمنه، وهعجنه كويس وهبتدي اشكله كور، وهدخله التلاجة علشان يتماسك كده، ولما اجي احشي بيه الكحك ما يبقاش طري وما يخرجش من العجينه. كمان العجوه جهزتها بنفس الشكل، حطيت عليها معلقتين من السمسم ومعلقه سمنه وشكلتها صوابع. هبتدي بقى احشي الكحك. هبتدي بقى احشي الكحك. هعمل اللي بالملبن بالشكل المدور ده، واللي احشي عجوه هعمله بيضاوي علشان يعني اميز الاشكال عن بعضها. وهبتدي ارص في الصاجات. وطبعا انا مشغله الفرن من قبل على درجه حراره 170. هبتدي بقى اشكل. لو عندك البصمه بتسهل جدا طبعا، في دقايق بتكوني مخلصه الصاجات بتاعتك كلها. ما عندكيش البصمه، بالمنقاش العادي هنبتدي نعمل اشكال. وعلى فكره في اشكال طالعه خطيره وتجنن يعني النقش. فتشكلي بقى الاشكال اللي انت عايزاها. الطويل ده انا عملته على شكل ورقه شجر، والنقشه سهله جدا وبسيطه. والمدور عملته بالبسطامه. هيدخل على الرف الاوسط لمده تقريبا تلت ساعه او 25 دقيقه على درجه حراره 170. واول ما ابتدي الاقيه ابتدى يلون من تحت، هفتح عليه الشوايه بسيط جدا. وده شكل الكحك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. تحفة طبعا. ممكن طبعا ياخد اللون من غير ما تفتح عليه الشواية. انا احتجت افتح بس لمدة دقيقتين علشان كان ابيض قوي من فوق. هنفتح واحدة. شايفين عامل ازاي؟ الملبن فيه طري جدا ودايب دوب، ولا نشف جوه الكحك ولا شد ولا خرج من الكحكايه ولا اي حاجه. طالع ممتاز وفي منتهى الجمال. ودي كانت الطريقه البسيطه بتاعت الكحكه بتاعنا. ده كحكه على السريع، يعني مش بسيبه يتخمر وقت كبير، وفي نفس الوقت معلقه البيكنج باودر بتخليه هش كده وزي بتاع المحلات بالظبط. مش برش عليه السكر غير ساعه التقديم. يعني هتشيليه بقى في علب صفيح او في علب كرتون من غير سكر، وساعة التقديم هتاخديه وترشي عليه السكر على الكمية اللي انت هتقدميها. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. متنسيش ان عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. وشكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات احلى. سلام عليكم.